حالات معينة كانت صعبة في العملية أو قرار العملية نفسه صعب عليها؟ بصراحة حالات كتيرة جدًا اشتغلناها حالات صعبة، ولكن على ما أتذكر في حالة نادرة جدًا نسبة حدوثها أصلًا في العالم نادرة جدًا، حاجة اسمها situs inversus sotels. بمعنى إيه؟ إن هو عنده انعكاس في الأعضاء الداخلية زي المراية كده. الطبيعي إن إحنا عندنا الكبد بتاعنا ناحية اليمين، طحال ناحية الشمال، المعدة طبعًا بتبقى واخدة curve معين زي الموزة كده ناحية الشمال، فبيبقى كل الأعضاء دي منعكسة، بدل الكبد في اليمين يكون في الشمال وكذلك فالحالات دي بتكون صعبة ليه؟ لأن الorientation بتاعنا أو طريقة الشغل بتاعتنا بتبقى مختلفة تمامًا، فبتحتاج تكنيك مختلف تمامًا في الشغل، ولازم احترافية عالية عشان نقدر إن إحنا نتعامل مع وضع انعكاس الأعضاء ده بصورة احترافية وما يحصلش أي مشاكل في العملية، فدي من الحالات الصعبة اللي مرّت علينا. كمان في حالة مهمة جدًا أنا فاكرها، إن كان في مريض كان حصل له حادثة كده، كان خد طلق خرطوش في بطنه، فالخرطوش ده مشكلته إن هو دخل في الطحال، فطبعًا المريض عمل عملية استكشافية وعمل استئصال للطحال. طبعًا العملية الاستكشافية نفسها بتعمل التصاقات، بس المشكلة نفسها إن الbullets أو طلقات الخرطوش دي كانت متواجدة على جزء من المعدة. طب إيه مشكلة الخرطوش؟ طبعًا إن إحنا أمّا نيجي ندبّس ونفصل المعدة، لو الخرطوش ده قابل الدباسة مش هتعرف تدبّس، لإن ده حديد أو معدن، فلو جيت خدت الدباسة على مكان الخرطوش ده اللي موجودة على المعدة مش هاعرف أشتغل، فلازم أكون cautious جدًا أو حذر جدًا في التعامل مع المعدة عشان أقدر أدبّس في الأماكن اللي هي بعيدة عن الخرطوش. وأنا اتكلمت مع المريض ده قبل العملية، قُلت له لو لقينا إن الخرطوش ده متواجد على المكان اللي إحنا المفروض ندبّس فيه وما قدرناش إن إحنا نشيله، إحنا مش هنعمل عملية تمام. دول من الحالتين اللي أنا متذكرهم حاليًا، ولكن الحمد لله اشتغلنا حالات صعبة كتير.